لو عارفين استاذ ابراهيم عادل، فهو كان بيقول اني لو انت صاحي من النوم ومش عارف انت تعمل ايه في اليوم ده، روح كمل نوم احسن، عشان اليوم ده انت عمرك ما هتستفاد بيه. دايما نكون عارفين اني لو انا صحيت من النوم وانا مش عارفه اعمل ايه، خلاص اليوم ده مش هيبقى ليه قيمه، عشان انت هتبقى صاحي مشتت. دايما عقلنا بيصور لنا اننا هنبقى عارفين احنا هنعمل ايه ودماغي فيها كل حاجه، ولكن صدقني لا، دماغك بتبقى مش مسستمه نفسها على عكس ما هي بتقول لنا ان انت هتبقى عارف انت تعمل ايه، وهتصحى من النوم تعمل كذا 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 كذا، وبتبقى صاحي بني ادم تاني، بتبقى مش شايف قدامك ولا عارف انت مين ولا انت فين ولا انت عايش فين ولا اي حاجه، صاحيين بني ادمين تانيين. علشان كده يلا بينا نتكلم انا بعمل ايه بالظبط قبل ما انام، علشان اعرف انا هعمل ايه. جماعه ازيكم عاملين ايه؟ انا نورهان محمود، وبنعمل هنا فيديوز عن البرودكتيفيتي، الاستادينج مع بعض، بنعمل فلوجز وبنعمل فيديوز عن اي حاجه اتعلمتها بشكل عام. ففي انترستد جاست سبسكرايب شير كومنت ولايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا. طيب اول حاجه هنتكلم عنها علشان اليوم بتاعي يكون برودكتيف هي اليوم اللي قبلها، لان اليوم البرودكتيف مش بيبدا من نفس اليوم، لا ده بيبدا من اليوم اللي قبله. طيب ازاي بيبدا من اليوم اللي قبله؟ اول حاجه انك تنام كويس وتنام بدري علشان تصحى بدري. ده حاجه بديهيه ومعروفه من زمان لما كان بيبقى علينا مدرسه او كان بيبقى علينا حاجه مهمه، مامتنا دايما كانت بتقول لنا خشوا يلا ناموا بدري عشان تصحوا الصبح فايقين. وده كان بالنسبه لنا فعلا، انا لما بنام بدري بصحى فايقه، بصحى مور برودكتيف، ببقى عارفه انا حتى بصحى لوحدي من غير منبه من غير اي حاجه، فبتبقى صاحي وانت فايق علشان تكمل باقي اليوم ده وتبقى باقي اليوم برودكتيف. فلازم اول حاجه تنام بدري، تصحى بدري، تنام بشكل كويس. تاني حاجه لازم تعملها انك تكتب البوينتس الرئيسيه بتاعه اليوم التالي قبل ما تنام. يعني ايه؟ انا ورايا بكره مثلا ورايا جامعه، ورايا كورس مثلا معين، ورايا ان انا هذاكر حاجه معينه، فقبل ما انام اكتب الحاجات دي بوينتس بس كده رئيسيه، من غير ولا تفاصيل ولا اي حاجه، على ستيك نوتس او على وايت بورد جنبي او على اي حاجه نوت بتاعي او على حتى الموبايل، اي حاجه افتكر بس اول ما اصحى الصبح ان انا ده اهم حاجه فيهم النهارده هم الثلاث حاجات دول. ويا ريت ما نكترش، يعني هم خليهم 3 حاجات بس، عشان كل ما الحاجات بتكتر كل ما بنحس نفسنا مشتتين اكتر، مش عارفين احنا هنبدا بايه. فاختصر دايما الحاجات 3 حاجات، او كمان لو الافضل يبقى في حاجه واحده، دي مهمه اليوم، لو دي خلصتها يبقى انا خلاص كلت الضفدعه بتاعه اليوم على راي الكتاب. فدايما قبل ما تنام حط لنفسك بوينتس رئيسيه هتركز عليها تاني يوم اول ما تصحى الصبح. ثالث حاجه عايزه اتكلم عنها، ودي حاجه صراحه مش بتاعتي ولكن هي بتاعت علي محمد علي، كان بيقول اننا لازم اول ما نصحى من النوم نعمل لنفسنا سيشن بمودورو، عشان نحس ان انا خلاص انا من اول اليوم انا ببدا اشتغل. قعدت مثلا ربع ساعه ولا نص ساعه ولا 25 دقيقه حتى قاعد مثلا بذاكر او قاعد بعمل شغل او قاعد باخد كورس او قاعد بعمل اي حاجه تحسسني طول اليوم ان انا عملت حاجه اول ما صحيت. حتى لو هتروق سريرك ده بالنسبه لك هيبقى حاجه برودكتيف، ان انا خلاص انا روقت سريري فمش عايزه ابهدله تاني ومش عايزه ارجع عليه تاني عشان ما يتبهدلش، فانا هقعد طول النهارده اليوم مش هنام على السرير. فانت اعمل لنفسك سيشن بمودورو، الحاجه دي بتنفع معايا في ايام وايام تانية مش بتنفع معايا، فانت اقعد جرب الحاجات في نفسك، اقعد شوف هو انا لو صحيت من النوم وعملت لنفسي سيشن كده بمودورو الصبح هيحصل معايا ايه. رابع حاجه، عارف البوينتس اللي انت كتبتها امبارح قبل ما تنام دي، هي دي هتاخدها وتبدا بقى انك تكتب التو دو ليست بتاعت اليوم بتفاصيل اكتر. ايه هي اهم حاجه هعملها النهارده؟ دايما وانت بتكتب التو دو ليست بتاعتك اكتبها على اساس الاولويات، ايه هي الحاجه اللي انا لازم اخلصها الاول. ده طبعا على حسب براين تريسي لما في كتابه ايت ذات فروج، اللي هو لازم نبدا بالحاجه الصعبه الاول، مش الصعبه، الحاجه الاهم، مش الاصعب ولا الاسهل ولا اي حاجه، الحاجه الاهم اللي انت ما ينفعش اليوم يعدي الا وانت عاملها. اكتب التو دو ليست بشكل اوضح، ايه الحاجه اللي انا هعملها الاول، طيب ايه الحاجه اللي انا هعملها تاني حاجه، طيب ايه الحاجه الثالثه. اقعد شوف اولوياتك في اليوم عامله ازاي. دايما وانت بتكتب كمان التو دو ليست ما تكتبش الحاجات الفرعيه، وقلنا برضو ده قبل كده في الفيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، كان تقريبا اسمه ازاي تنظم وقتك او حاجه كده. اخر حاجه هنتكلم عنها انك تكون حد رياليستيك، حد واقعي، عندك فلكسبيليتي في وقتك، ما تقعدش تكتب مليون الف حاجه هتعملها في اليوم اللي انت عايزه يبقى برودكتيف واجمد يوم، وهقرا وهروح اصل رحمي وهروح الجامعه وهروح اصل رحم اصحابي وهروح اعمل كذا وهروح اشتري كل الحاجات اللي متاجله عليا وهقعد اذاكر كل المحاضرات اللي متاجله عليا وهقعد. لا،
خليك بني ادم واقعي وعندك فليكسبيليتي، يعني حاجه اقدر ان انا هعملها خلال اليوم ده، حاجه اقدر ان انا اعملها اليوم ده. دايما برضو خلي عندك فليكسبيليتي، عندك مرونه، ما تقعدش وانت بتكتب التو ليست تكتب بالثانيه هتعمل ايه. انا من الساعه نقط للساعه نقط هبقى بعمل كذا، ومن الساعه كذا للساعه كذا هبقى بعمل كذا. لا، ابدا ابدا هتحس انك مش برودكت، عشان دايما بيحصل حاجات بره ايدك. عادي حد جه، حد حصل له حاجه ورحت تشوفه، اخواتك حصل لهم حاجه، بعد الشر، ولكن دايما بتحصل ظروف بعيده عن ايد البني ادم، حاجه انت مالكش علاقه بيها بتحصل. فدايما خليك بني ادم رياليستيك وكنت عايز تعملها ده في الحياه عامه، مش بس لو انت عايز تخلي يومك برودكتيف. افتكر دايما ان انت وانت قاعد بتخطط، ولا وانت قاعد بتكتب تو ليست، ولا وانت بتعمل كل الحاجات دي، انك مش بتضيع وقت، بالعكس انت بتوفر لنفسك وقت وجهد وكل حاجه بعد كده، وطاقه وكل حاجه. علشان دايما التخطيط وكده بيحسسنا اننا عندنا فيجن واضحه، انا هعمل 1 بعد كده 2 بعد كده 3. ولكن لو انت مش عندك الفيجن دي هتحس ان انت تايه بين حاجات كتير جدا، وعقبال اصلا ما تفكر انت هتبدا بده ولا بده ولا بده بيكون وقت كبير جدا ضاع بين الحاجات دي كلها. فافتكر دايما ان التخطيط او انك تقعد تكتب بالحاجات اللي عليك دي مش مضيعه للوقت ابدا، ولا عمرها كانت مضيعه للوقت، ولكن بالعكس دي حاجه بتحفظ لي طاقتي، بتحفظ لي وقتي، بتحفظ لي الجهد اللي انا هبذله كتير جدا بعدين. فلو وصلتوا لحد هنا الفيديو خلص، واتمنى يا رب يكون عجبك الفيديو. وما تنساش لايك شير سبسكرايب